كل يوم كان حمايا يطلب مني أن أقوم بتدليك ظهره لأكون صريحة. هو لا ينام في نفس الغرفة مع حماتي. أخذني ودخلنا إلى الغرفة هولة. لست وأنا أشعر بتوتر. واضح في كلامكما لو أن الرجل كان يشعر بي وبأنني أفتقد زوجي وفجاه. قال: كيف حالكم يا أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا بخير. القصة ترويها صديقتي فتقول: أنا رحاب، عمري 22 سنه، متزوجة، ولدي ولد وأعيش في بيت العائلة مع حماي وحماتي. أنا وزوجي سعيدان مبتهجان، ولكن الظروف المادية صعبه جدا والمصاريف في ازدياد مستمر. تزوجت زوجي محمود عن حب، فقد كان جارنا في نفس الشارع الذي أسكن فيه تقدم لخطبتي، وتزوجنا وانتقلت للعيش مع أهلي في نفس البيت. بعت ذهبي للاشتري زوجي توك توك لأنه لم يعد قادرا على الذهاب إلى عمله نهارا والعودة في الوقت المناسب، لكننا نواجه صعوبة فيتغطيه المصاريف وعلاج. والدته أيضا اتصل زميل لزوجي وهو مسافر خارج البلاد به، وقال له: سأرسل لك عقد عمل وتأتي إلى هنا لمدة 2 أو نحو ذلك لتؤمن مستقبلك. جاء زوجي ليستشيرني، فرفضت الفكرة وقلت له: لا تتركني، لا أستطيع الاستغناء عنك. أنت تعرف أنني إذا غبت عني قليلا أشعر بالتعب ولا أتحمل فرد علي معتذرا. عذرا، يجب أن نتحمل ونجعل الأمور تسير. أنت تعرفين الظروف وعلاج أميت زايد. أنا هنا لا أستطيع التحمل ولا الحقبة العمل طوال اليوم. عندما أعود في المساء أركب التوك توك ولا أدخل البيت إلا حوالي 1:02 ليلا، ثم أنام مباشرة دونان. أجلس معك أو أخذ قسط من الراحة. قلت له: حسنا، لكنك ستسافر وتتركني، والمسؤول ستكون كبير جدا علي من جهة، والدك ووالدتكم من جهة أخرى، ابني أيضا. فأجابني: لا بيس، يجب أن أسافر بعد ذلك. قام ببيع التوك توك وجمعنا بعض المال من بيع ما تبقى من مصاغي الذهب وأقترنا مبلغا آخر، وسافر زوجي للعمل مع صديقي في الخارج في إحدى الشركات، والحمد لله تحسن وضعنا المادي وأصبحنا نعيش حياة مستقرة. وأصبح زوجي يرسل لنا المال بانتظام حماي، رجل كبير في السن لكنه لا يزال قوي بعد الشيء. في أحد الأيام طلب مني أن أدلك ظهره، قائل: ظهري متصلب جدا، تعالي يا زوج ابني وقمي بتدليك ظهري. فقلت له: حاضر يا حماي، فأنا أعتبرك مثل والدي، وأنت رجل كبير في السن. في الحقيقة هو لا ينام في نفس الغرف مع حماتي، لكل منهما غرفه منفصلة. كما أخبرت كممنا قبل، حماتي مريضة وكبيره في السن ولا تستطيع التحمل، ولهذا السبب هو لا يقترب منها، وعلاقاته ما بالك تقتصر على الكلام فقط، فهو لا يتعامل معها لأنها متعبه جداولا تتحمل هذه الأمور. في ذلك اليوم دخل حماية إلى السرير وغطى نفسه بالملاية وجلس تدلك ظهره، وخلال التدليك لاحظت أن جسدها بدأ يرتجف. لن أستطيع أن أصف لكم الشعور الذي انتهبني. قلت في نفسي: هل من الممكن أن جسد حماية يتفاعل بهذا الشكل من مجرد لمساتي على ظهره؟ بعد قليل لاحظت أن رجفه هدات وتوقف، فقال لي: كفى يا ابنتي، لقد ارتحت. تفاجأت من كلمته لقد ارتحت. ثم نهض من السرير واعتدل في جلسته فسألته: هل تحتاج شيئا آخر يا حميصة؟ اصعد إلى شقتي، فقد تأخر الوقت في الليل. قال لي: لا أريد شيئا، اصعدي إلى شقتك وارتاحي، فقد تعبت طوال النهار. فقلت له: حسن. أخذت ابني وصعدت إلى شقتي ونمت من شدها التعب. حوالي 1:01 ليلة أو 2 ليلا سمعت باب شقتي يفتح، فقلت في نفسي: هل هناك أحد دخل حقا أم أنني أتخيل؟ فقمت مفزوعة وتوجهت مسرعه نحو البد، فوجدت حماية يدخل ويقول لي: ما بك هكذا خائفة؟ فرددت عليه: ماذا هناك يا حماية؟ لماذا أتيت في هذا الوقت؟ هل هناك شيء؟ هل حماتي مريضة هاو تحتاج شيئا؟ هل أنزل لعد لها شيء تأكله أو تشربه؟ طمئني. فأجابني: يا ابنة الله، تخافي هكذا؟ أنا فقط جئت لأطمن عليك وعلى الولد. فقلت له: تطمئن علي الآن والساعة 2 صباحا، كيف تدخل علي هكذا دون أن تطرق الباب؟ ثم كيف فتحت الباب من الأسفل؟ فقال: معي نسخه من المفتاح منذ أيام زفافكم، وهذه النسخه محفوظه عندنا في الطابق السفلي، حتى إذا مسي ابني المفتاح في الشقة يكون معنا نسخه. فقلت:
حسناً يا حماي، طالما كل شيء على ما يرام، أنا بخير وبني بخير. فقال لي: لكنني أشعر أنك متعبة جدا. فسألته: ماذا تعني بمتعبة؟ فأجب: أعني الحرمان، وبعد زوجك عنك وسفره. أشعر أنكم تعبة وتحتاجين إلى أشياء كثيرة. فأكدت له: لا، أنا لست متعبة، أنا بخير. فقال لي: تعالي فقط لا أقول لك شيئا. فأخذني ودخلنا. ألأ الغرفه فسالته: ما الأمر يا حماي؟ فوجدته يمرر يده علي، ولم أدرك ما الذي حدث لي. فقال لي: أنا أشعر بك، وكنت أيضا أشعر بك من خلال لمسات يدك على ظهري. أنت تتخيلين زوجك وهو معك؟ فصحت: لا، لم يحدث مني شيء. لا يا حماي، لا تقل ذلك، لا يوجد شيء. وجلست وأنا أشعر بالتوتر الشديد أثناء الحديث. كان الرجل يشعر بي أو يدرك أن بداخلي شيئاً، ويلمس مشاعري بأنني بحاجة إلى زوجي، وفجأة وجدته يشدني نحو السرير. حاولت مقاومته لكنني لم أستطع كما أخبرتكم. من قبل فهو قوي وبصحه جيدة، صحيح إنه كبير في السنة لكن قوي البنية، وقال لي: نحن ستر وغطاء لبعضنا البعض، وانت في مقام ابنتي، انت محروم وأنا أيضا محروم، وأنت تعلمين إن حماتك مريضة أغلب الوقت، ولا يحدث شيء بيني وبينها في ذلك الوقت. كما أخبرتكم كنت قد استيقظت من النوم ولم أستطع حتى أن أغير ملابسي من شده الارتباك بصراحة. كنت أتمنى أن أتحدث مع زوجي، وحاولت الاتصال به لأخبره بما حدث، لكنه أنهى الحديث معي بقسوه وقال: لدي عمل وأنت ليس لديك، من شغلك اذهبي ونامي. رد علي طريقة. سيئة. فأغلقت الخط وأنا جالسه أحس بالحزن والانكسار من داخلي. من ناحية أخرى بدأت أفكر فيما حدث بيني وبين حماية. مع الوقت أصبح الأمر معتادا، حيث كنت أقوم بتدليك ظهره يوميا، واعتدت على هذا الوضع وهو أيضا اعتاد علي. أما عندما كان زوجي يتصل بي فلم يكن يتحدث إلا في أمور محددة: كيف حالك؟ كيف حال الولد؟ هل والداي بخير؟ هل يحتاجون إلى مال؟ بصراحة لم أكن أسمع منه كلمة طيبة تريح قلبي، ولهذا السبب لجأت إلى حماي. الكلمات الجميلة التي كان يقولها لي حماي كانت أحد الأسباب أيضا في كل مرة يحاول فيها التحدث مع زوجي وأخبره أنني أحتاج ليه. كان يتغرب من الحديث ويغلقه بقوله: لدي عمل وأنت ليس لديك ما يشغلك، اذهبي ونامي. رد علي بطريقه سيئه، فأغلقت الخطوان جالسه ساحس بالحزن والانكسار من داخلي. من ناحية أخرى بدأت أفكر فيما حدث بيني وبين حماية. مع الوقت أصبح الأمر معتادا، حيث كنت أقوم بتدليك ظهره يومي، واعتدت على هذا الوضع، وهو أيضا اعتاد على عندما كان زوجي يتصل بي فلم يكن يتحدثان في أمور محددة: كيف حالك؟ كيف حال الوالدة؟ هل والداي بخير؟ هل يحتاجون إلى مال؟ بصراحه لم أكن اسمع منه كلمة طيبة تريح قلبي، ولهذا السبب لجأت إلى حماية. الكلمة الجميلة التي كان يقولها لحماي كانت أحد الأسباب أيضا في كل مرة أحاول فيها التحدث مع زوجي وأخبره أنني أحتاج إليه. كان يتهرب من الحديث ويغلقه بقوله: لدي عمل وأنت ليس لديك ما يشغلك، اذهبي ونامي. بعد فكرها اكتشفت أنني حامل، وكانت هذه مصيبة وكارثة حقيقية بالنسبة لي. عندما أخبرت حماية بالأمر وجدت يقول: أنت لم تعودي صغيرة، كان يجب أن تنتبهي. فقلت له: ماذا تعني بأنني لم أعد صغيرة؟ ماذا أفعل الآن وكيف أتصرف؟ فقال لي: يجب أن ننهي الحمل. فقلت له: حسناً، أنا لا أعرف أحداً ولا أعرف أطباء، خذني أنت إلى إمكان. وبالفعل أخذني إلى طبيبه ودكتور غير موثوقين وعيادتهم غير رسمية. عندما ذهبت هناك أعطوني بنجة وأتم تخديري. في تلك الأثناء تعرضت لنزيف شديد، ولأن العيادة غير مجهزة بشكل صحيح قاموا باستئصال الرحم لإنقاذ حياتي من النزيف الحاد الذي عانيت منه. لم أعرف كل هذه التفاصيل إلا بعد أن أفقت من التخدير. شعرت بتعب شديد ووجدتهم يخبرونني بما حدث. عدت إلى بيتي وشقتي وأنا أشعر بالقرف من الدنيا كلها، وكان عقاب الله لي إنني لن أستطيع الإنجاب مرة أخرى. هذا كانت مشكلتي يا جماعة، لا أعرف كيف أتصرف ولا كيف أواجه زوجي وأخبره بسبب استئصال الرحم. أرجو منكم أن تنصحوني وتخبروني كيف أتصرف في مشكلتي هذه. اكتبوا لي آرائكم في التعليقات بكل صراحة، وإذا عجبتكم قصتنا اليوم ادعمونا بالإعجاب والاشتراك في قناة.